خلاص يا جماعة كفاية. الراجل حالته النفسية بتسوء من كتر الكلام وقعدة الفيديو كل يوم. الناس اللي غلطت اتحاسبت والقانون أخد مجراه، لكن عنده سؤال واضح: ليه بنختار شخص ضعيف ونفضل نجلد فيه بالكلام؟ وساعات بنسقف للممثلين واليوتيوبرز ويطلعوا لابسين عبايات وبدل رقص ومصنون في أعمال كوميدية. احنا عندنا حديث واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث بيحط مبدأ عام، لكن التطبيق لازم يكون بالعدل مش بالمزاج. ما ينفعش نمسك في واحد ونسيب غيره. ما ينفعش نخلي السوشيال ميديا تبقى محكمة. ولو عندنا مبدأ يبقى على الكل، ولو القانون اتحرك في واقع يبقى نقفل الصفحة. الشماتة مش إصلاح، والهجوم مش غير على الدين، والترند مش عدل. واللي بيحصل لازم يكون بالتفكير قبل الكلام. لازم نكون عادلين في بعض الأحيان. أشوفكم بخير.